انت محتاج تنام. اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. لو بتشوف الفيديو ده بالليل وانت بتسكرول على الموبايل قبل ما تنام، او حتى الصبح وانت واقف في المواصلات وعينك بتقفل ومش قادر، فحب اقولك ده احسن وقت ممكن تسمع فيه الكلام ده. انت فعلا محتاج تنام. وصدقني لما اقولك اني هغششك في الاخر سر ازاي تقدر تنام في اي وقت انت عايزه. خلينا متفقين ان اجمل لحظة في اليوم هي اللي بترجع فيها من بره بعد يوم طويل مليان ارهاق وتعب ومواصلات وزحمة ومذاكرة او حتى الشغل، وتقعد على السرير بتاعك وتاخد المخدة بتاعتك في حضنك وتنام. حاجة كده مريحة للأعصاب في نفس ليفل فيديوهات غسيل السجادة اللي بنتحشي فيها 3 ساعات كل يوم بالليل. النوم مهم لينا كبني آدمين، نقدر نعتبره هو البنزين اللي بيخليك تعمل كل حاجة في حياتك، وفي اعتقادي هو الحاجة اللي كل حاجة تانية بتتبني عليها. الصحة ونظام الأكل، الخروج من البيت، وحتى التعامل مع الناس، كل ده معتمد على انت بتصحى امتى وبتنام امتى. بالتالي لو نظام نومك بايظ وساعتك البيولوجية عايزة ساعة اصلا تمشيها، ما تجيش تشتكي بعدين. مشكلتنا اننا دايما بندي الاولويات لكل حاجة تانية في حياتنا الا نفسنا. ازاي نحسن من النوم بتاعنا؟ محتاجين نكون بعيد عن اي مصدر اضاءة، وان احنا نبص الشاشات زي شاشة الموبايل او اللابتوب او حتى التلفزيون قبل ما ننام على الاقل بساعة، عشان الحبة اللي بتقرر تقلب فيهم على الموبايل في الفيديوهات القصيرة قبل ما تنام، الحبة دول بيقلبوا على الاقل 3 أو 4 ساعات، ده غير عينك اللي بتتهان اصلا في الضلمة. محتاجين ننام بالليل. مع كامل احترامي للناس الخفافيش اللي منورين المكان مضلمين المكان بالليل بقى وكده، اوكي ده افيه وحش، بس هنا انا هرجع لآية اصلا موجودة وهي وجعلنا الليل لباسا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده السيستم الصح اصلا معمول ان بالليل راحة ونوم. ومؤخرا بعد ما عملوا شوية ابحاث اكتشفوا ان لو انت نايم في اي مصدر اضاءة حواليك، في خلايا معينة في جسمك مش بتدخل في مود النوم، وده بيعمل خلل ما في جسمك على المدى البعيد. يعني الحقيقة وانا بدور في الموضوع لقيت الحوار علمي جدا، وانا الحقيقة علمي علمك، فمش هندخل نفسنا في تفاصيل ما نفهمهاش احنا الاتنين. اوكي. وعن تجربة شخصية، اكتر فترة نجحت فيها في النوم في حياتي، وكانت الصراحة فترة مليئة بالإنجازات اللي أنا أصلا ما كنتش أتخيل إني أعملها في يوم ما، هي اللي كنت بنام فيها بدري وبصحى أبدأ يومي من الفجر. حبة وقت كده تقدر تنجز فيه حياتك كلها، مش بس الحاجات اللي وراك، أو حتى ما تنجزش وتقعد بس تستمتع بالهواء الساقع والهدوء اللي بيكون الصبح، ومش مهم وفاكس كده كده اللي وراك. مش هندخل في خناقة نام 10 لا 8 لا 6 ساعات. بص يا صديقي، كل واحد فينا جسمه بيحتاج مقدار معين من النوم، الموضوع ده بيختلف جدا من شخص للتاني. اعرف ناس تقدر تنام 5 ساعات وتصحى تقضي يومها عادي جدا بكل نشاط وما عندهمش اي مشاكل، وناس تانية لا، الموضوع ما بيمشيش معاهم كده، محتاجين يناموا اكتر عشان يقدروا ينجزوا حاجات اكتر في حياتهم. المهم انك تعرف مقدار الوقت اللي انت جسمك بيحتاجه عشان تنام كويس وتصحى تقدر تخلص الحياة اللي وراك. ومهم اننا ننام مضاعفات 1.5 ساعة، بمعنى اصح، لان في حاجة اسمها دورة النوم. بتبدأ بالنوم الخفيف اللي بيكون فيه جزء من اليقظة، وبعد شوية بتلاقيك بتروح لمرحلة الأحلام والنوم العميق، وبعدين الدنيا بتلف بينا تاني لحد الجزئية دي. فعشان ترجع لمرحلة اليقظة دي تاني بتحتاج 1.5 ساعة. فبالتالي احنا بنحاول نصحى في الوقت اللي هنا ده علشان نكون فايقين وما عندناش أي مشاكل. أما بقى لو صحيت في فترة النوم العميق زي الخازوق العميق اللي هتلبسه بسبب الميد ترم اللي داخل علينا وانت أصلا لسه مفتحتش كتاب، سوري يا شباب، الموضوع كبر مني بس شوية، فهتصحى مقريف جدا. فمعاك بقى 1.5 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات ونص، وهكذا. وأخيرا نروح للسر بقى، ايه هي الحاجات اللي جربتها ونجحت معايا عشان اجبر نفسي اني انام؟ 1، اني اثبت نفسي في اي وضع للنوم وما تحركش بالمعنى الحرفي. حتى لو حسيت انك عايز تهرش مناخيرك، تفضل ثابت جدا وتعمل استرخاء لكل عضلات وشك بالتدريج، وفي الغالب هتروح في النوم من ربع ل3 ساعة كده. تاني حاجة، اني بقعد استغفر. غريبة وعارف، بس هقنعك. غير انك بتاخد حسنات لحد ما تنام وتصحى تاني يوم، فكمان اخينا الشيطان لما بيلاقيك تعمل اي حاجة بتاخد عليها حسنات بيبدأ ياكل في نفسه. فعارف ايه اللي هيحصل؟ هينيمك.
فانت استفدت حسنات ونوم. جينيوس، دماغ شغاله مش بتنام. وفي النهايه كنت عايزه اقول ان حاجات زي هخلص بس التاسك دي بسرعه، بعد كده هبقى اقوم اكل، لسه كتير قوي والامتحان بكره، كده مش هلحق انام. خلاص مش مهم، هحاول اخلص دلوقتي ولما ارجع بكره ابقى انام براحتي. كل ده بيوصلك دايما للشخص اللي بيكون حاسس دايما بضغط، حاسس انه تعبان، حاسس انه مش في تركيزه الكفايه. وخليني اقول اننا محتاجين، وانا اولكم، لان فعلا الفيديو ده انا بعمله تذكير لنفسي قبل اي حد تاني، ان احنا اولى من اي حاجه تانية. لان الوقت اللي هاجي فيه على صحتي والوقت اللي انا محتاجه انام فيه عشان حاجات تانية، الحاجات التانية دي مش هتنفعني في المستقبل. وساعتها الامتحان اللي طبقت عشانه والسنه اللي جبت فيها امتياز عشان كنت ضاغط نفسي جدا مش هتنفعني بحاجه، وانا بعالج امراض مزمنه حصلت لي في الوقت ده بسبب كل الحاجات دي. وبما اننا على اعتاب الميدترم، شفتوا اعتاب دي كلام كبير قوي، بحب اقفل الفيديو ده وانا بقول انت محتاج تنام. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. لو بتتفرجوا علي من على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت. لو بتتفرجوا علي من على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وزرار الجرس، واستنوا اي فيديوهات جديده نازله. وبس كده، سلام. معلش كل مره بوريكم حاجات اغرب من المره اللي قبلها، بس حقيقي دي تحفه.